السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاع اليوم في احسن الاحوال. كما راكم تشوفوا اليوم بديتكم الفيديو من عند البحر. رحت للبحر انا والوالده نجيب لكم شويه طاقه ايجابيه. ولهنا في الليل كنت اخذت الاولاد ورحنا للفيستيفال. هذا الفيستيفال متواجد بعجمان. كنت اخذتهم يبدلوا جو، يغيروا، يلعبوا، يمرحوا. هادم هما الاولاد، لازم نهتموا بهم، نهتموا بالنفسيه نتاعهم. ونعتذر على صوتي، راني تعبانه شويه. ولهنا كان ثاني يوم كانت وصلتني طلبية من أمازون. كنت طلبت من عندهم الأورديناري أو هذا الحمض، هذا يوحد لون البشرة اللي عندها التسبغات، البنات اللي تعبانة من وجهها. صدقوني هذا الأورديناري روعة روعة يا البنات للوجه، يعني كي تشريوه ما راحش تندموا عليه. هذا تستعملوه قالك مرة في اليوم، أنا والله غير نستعملوه مرتين في اليوم كما كنت تشوفوا، خاصة كي نجي راح نرقد. ولهنا جيت ننظف الغرفة تاعي، لازم يوميا بدل فريش، بدل مخاد، نعطر الغرفة نتاعي، نرتبها، نمسح لها الغبرة. هذه هي الدار وهذه هي ما تخلص. الشغل تاع الدار ما يخلص كما راكم تشوفوا. لهنا نعطر البرادي، نعطر الريدوات، رحت نشوف لهنا الغبرة كنت مسحتها. سبحان الله الغبرة نمسح 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 وتعاود نلقى الغبرة بالهبال. لهنا نعطر في الفرش باش كي نجي نرقد نلقى هذيك الريحه في الفرش طيبه، ريحه كيما نقول لك نشموها مليحه. وكنت فتحت الشباك باش يتهوالي الغرفه. ولهنا البنات راح نحضر العشاء. جبت الدجاج وجبت البطاطا كما كتشوفوا. لهنا راح نحضر معكم بطاطا في الفور بالدجاج كما كتشوفوا. كنت غاسله الدجاج بالخل والليمون والملح. ولهنا جيت باش كما كنتم تشوفون نفلحوا شويه ونثقبوا ونعمل له ثقوب باش تدخل فيه هذيك لا ماريناد كما راكم تشوفوا. ديما هكذا نعمل له الدجاج. انا هذا اللي نكون راح ندخلوه للفور. البنات كي تثقبوه وديروا له بهذه الطريقه راح يتشرب معكم التتبيله. ولهنا جبت هذاك البلا اللي راح يدخل للكوشه، حطيت فيه الدجاج ودوك نحضر معكم التتبيله. هذه التتبيله تاع الدجاج روعه يا البنات. لهنا كما راكم تشوفوا جبت تقريبا 3 سنات وبشرتهم في المبشره البنات كما راكم تشوفوا. الثوم يعطي بنه يا كما نقول لك للدجاج بزاف. وجبت هنا المونتارد كما لانه الدجاج ثاني يتوالم معاه المونتارد. ونخليكم مع تتمه الفيديو. البهارات كما كنتم تشوفوا جبت شويه كمون، نجيب بهارات مشكله خاصه بالدجاج، شويه قرفه، نجيب ثاني شويه فلفل اسود، الزيت، الكزبر والمعدنوس. ونخليكم تكملوه مع الفيديو. الطريقه هذه ديما انا معتمدتها في الدجاج البنات، يجي شهي وهذيك التتبيله تعطي له بنه روعه روعه روعه. واش نقول لكم يا البنات. والبطاطا راح تشوفوني كيفاش نديرها. لهنا راني ندخل في هذيك التتبيله في الدجاج كما راكم تشوفوا، في هذوك الثقوب اللي عملتهم وهذوك التشليطات اللي شلطتهم بالموس. ندخل الدجاج ونسكر عليه بابي فيلم ولا ونخليها ترتاح. لهنا راني نقطع في البطاطا، نقطعها كما راكم تشوفوا قطع شويه سميكه، ما نقطعوهاش رقيقه، ونحطها في الماء ومن بعد نروح نقليه.